ننكر ان السوشيال ميديا اثرت علينا تاثير كبير قوي، بس ليه كتير بقينا بنشوف دلوقتي ستات محتواهم عباره عن الامومه من اول اختبار الحمل لحد الولاده والرضاعه والتربيه، وكأن الانجاب اصبح شيء ربحي ونقدر نعمل منه فلوس وشهره ومتابعين. بس المشكله مش في الاستغلال قد ما المشكله ده بيأثر على البنات ازاي، وازاي بيأثر على قرارهم بالانجاب، وازاي بيأثر على الستات اللي ما بيخلفوش والستات اللي قرروا ما يخلفوش. ازاي الام اصبحت سبوبه؟ ناس كتير بينشروا يومياتهم على السوشيال ميديا وحياتهم الشخصيه كمحتوى لجلب المتابعين، بس الامومه واحده من اتقل المحتويات دي. تجهيزات البيبي، يوميات مع بيبي كذا، وصفات بيبي الاكل، مش عارفه بيبي عنده كام شهر، نصايح تربويه. ده فعلا محتوى يفيد الناس ولا مجرد اعلانات وشوز؟ وازاي المحتوى ده اثر على الستات اللي ما بيخلفوش او قرروا ان هم ما يخلفوش؟ بيوريهم قد ايه الاطفال بيخلوا الحياه كامله ومثاليه، وانك ما لو خلفتيش يبقى اكيد ناقصك حاجه. وهل المحتوى ده بيأثر على قرار الانجاب بشكل عبثي؟ بيأثر. لما بنت تشوف طفل حياته مرتبه، امه منظفه له اوضته ولبسه كويس وبتاع، بتبتدي تحس ان نفسها تكون ام، وتنسى مسؤوليه الامومه الحقيقيه وتعب الاطفال وتربيتهم. يتم تلميع الصوره بشكل غير واقعي. في النهايه الانجاب مش قرار ولا لازم يكون تحت تاثير